ده أشهر حي موجود في اسطنبول، والغريب الآن إنه الناس عايشة فيه، فعشان كده حبيت اليوم أزور الحي ده بنفسي، لأنه أكتر الناس بتيجي تتصور فيه. بس قبلها محتاجين نسوي شيء مهم عشان ما نكون غريبين على المكان. يلا حاليا نحن في بي تي ام هنا نشتري الحاجات اللي جينا لها. تعالوا ليتس جو. طيب يا طويل العمر، حاليا دايرنا نفتش لنا جاكيت. فانا حاليا حطقم على شخصيه اسمها ياماش، اللي هو يعني بيلبس بدله وما عارف شنو كذا، فحنطقم زيه. فيب ليتس جو، خلينا نمشي نطقم. ويل ده من الحلو ده. خلاص ليتس جو. يلا حيهم. فيب تقريبا اللبسه كده، بس باقي لنا البوت. ناخذ البوت ودي لبسه بيلبسوها ناس ياماش والجماعه دي في مسلسل. فلان ما بيعرف اسم المسلسل اسمه الحفره. فتقريبا هنا اوكي تقريبا كل شيء جود. ممكن اخذ البنطلون والخناقه والجاكيت. يب ممكن اخذ الاشياء دي. ليتس جو. طيب بس حاليا اشترينا الحاجة تجينا عشانها. ان شاء الله بكره حنمشي نلبسها. السعر طلع للجاكيت والخناقة اللي هي ب 1450 ليرة. ده بالنسبة للجاكيت والخناقة. طيب خلينا نمشي بكره نشوف الفعاليات. يب ليتس جو. طيب حاليا هنا في الحي بيقولوا عليه حي بلاط. بدنا نعرف ليه سموه حي بلاط. المشكلة ما كذا، المشكلة انه الجو حار والجاكيت قاعد معي في الشنطة، ما حقدر البسه هسه حاليا. زي ما شايفين عندنا السفينة دي او المركب ده. المركب ده كانوا بيستخدموه زمان في وقت المسلسل، صراحة ما اعرف قصته، لكن ده المركب. والله غير توسختها ما عملت اي حاجة. فافضل لنا نمشي من هنا عشان ما نحصل مشاكل. فبرضه في عبارة دائما قاعد يقولوها، بيقول لك دائما انت طلعت من الحفرة لكن الحفرة ما بتطلع منك. صراحة المغزى بتاع الكلمة دي شوية مخيف، في نفس الوقت بيديك احساس انه عندك وحاد دي تقريبا شيء زي كده. فالصراحة كنت بتمنى انه اجي احضر المسلسل واقدر اجي اصور فيه على اساس اقدر افهم، لكن المسلسل طلع انه طويل. فقلت كده اجي ازور المكان ومنها اجي اصور عشان لما نجي احضر المسلسل على اساس انه المسلسل يكون بالنسبة لي واضح. فشيء جميل للآن اتس اوكي. الكافيه اللي وراي ده هو الممثل فيه المسلسل، فللاسف طلع مقفول هسه حاليا. عارف المشكلة شنو؟ كنت حابب الصراحة اجي ادخل لكن مع الاسف تشكس عضابي تشكس. كنت حابب ادخل والله لكن مو مشكلة، غيرها في خيرها. ليتس جو. خلينا نمشي نستكشف الحي ده. ليتس جو. ولي شوف لقيت شنو؟ ديم جابك هنا شنو انت؟ جمل في النص. الجمل اللي جابه شنو هنا؟ ديم فعندنا الكلام هنا ما شايفين. هنا عندنا بيقول يا محمد انت بتشبه لنا شخصية ياماش، في جزء من الحفرة وعجبتنا، فهسه عطشت. تعال ناخذ لنا مويه عشان اقدر اشربها. كذا قالسن سوبر مو لا البغالة عندهم البغالة ولا ضيقة. ايوه عشان هسه حاليا الوضع عطش. اوه الحمد لله.
الشعار بتاعهم اللي هو ده الشعار بتاع الحفرة بتاعهم اللي هو بيكون شكله كده. هنا المنطقة الصراحة الفترة العصرية بيكون انه آمن، ما فيه حاجة، ده على حسب الكلام اللي سمعته. ايه مسين اصلا. طبعا قبل ما اجي الحي ده شفت افضل وقت اللي هو العصرية، الفترة العصرية، عشان بيكون آمن يعني، لأنه الحي ده بعض مرات بسمع إنه فيه قصص ناس اتضاربت وناس حصل لهم مشاكل. أنتم مفكرين تجوا، حاولوا إنكم تجوا بالفترة العصرية اللي هي من الساعة 2 لحد الساعة 5، ده أفضل وقت يعني، أنسب يعني. فالحي ده بيتكلم عن عائلة كانت بتتاجر بالأسلحة والتجارة والحياة دي، والأشياء دي طبعا كانت ممنوعة. أنا الصراحة ما حضرت المسلسل، تعالوا نستكشف مع بعض، ليتس جو. الحي ده يتعرف بالمسلسل اللي عملوه هنا اللي هو اسمه تشيكير، اللي هو الحفرة، أعتقد معظمكم بيعرف الاسم ده. زي ما قلت لكم الحي ده مشهور بإنه بيجذب السياح الأجانب وكده، لأنه كان بيحضروا مسلسلات، فالشيء ده بيجذبهم من هنا. نيجي نشوف المنطقة دي. الآن الوضع أوكي يعني، ما في شيء، كل شيء جميل، حتى تصميم البيوت فيها صراحة جدا عجبني فيها، اللي هو البيوت بديك الديزاين بتاع ملون والحياة دي، فهو تقريبا سموه بالحيبلات أو بالبيوت الملونة، عشان كده أخذوا الاسم منه، شيء زي كده، ما متأكد صراحة. ده قاعد يبيع في مخلل قطة ولا شنو ما عارف، قاعد يبيع في حاجات كده غريبة، ما أعرف هل دي للبيع ولا أصلا خاتيها برا. أوكي أنا جيت من هنا. طيب والله الحي ده طلع صغير، ما والله توقعت إنه الحي يكون كبير، لأنه في أماكن هنا طلعت إنه مكررة، يعني قاعد أمشي وجهي في نفس الأماكن، فالحي طلع صغير، لكن صراحة جميل جدا الحي. لا خلاص بحب الكلاب، ما بحب الكلاب النهائي، ما بحب الكلاب. فالحي ده يتعرف بواسطة المسلسلات، لو مسلسلات تقريبا ما كان حيتعرف، حتى للشعب التركي والناس المقيمين هنا استخدموا الحاجة دي لصالحهم، استخدموها عشان يقدروا يجذبوا بها السياح، وعملوه كمصدر دخل، اللي هو بيكون مع السياح بيجي بيبيعوا لك الحاجات بتاعت الحفرة. يعني لو لاحظتوا الشعار بتاعهم في كل مكان، يعني هنا زي مثال بسيط بيكون في الجدار، بيكون في العربات، حرفيا بيكون في كل مكان. بيبيعوا لك حاجات على اساس تقدر تشتريها منهم، او بيقول لك تعال نوريك المناطق الممثلوا فيها مسلسل زي بيت عليشو وزي كم مكان، فيب كده بيطلعوا بها مصدر دخل لهم. فطلع عندهم شخصية اللي اسمها ياماش دي لها حركات معينة، بحس قبل ما اجي عنده مشية كده لازم اسويها. اوكي دقيقة. فالصراحة لما شفت خلفية عن المسلسل شكله جميل، قلت لازم اجي اصور. اكثر شخصية حاليا اللي هو تقريبا مشهورة في المسلسل اللي اسمها ياماش، عشان كده حبيت انه اسوي المشي بتاعته. اهم شيء الصلاة. المهم كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، فللما مشترك يشترك، انه في فيديوهات قوية حتجي الاسبوع الجاي، فيب اتوقع انه اشوفكم الاسبوع الجاي. بس نشوفكم الاسبوع الجاي على خير. الصراحة غير توسخت ما عملت اي حاجة، المركب طلع وسخان.